السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم يعود علينا وعليكم الأيام بالبركة والخير يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل الزبادي مع بعض بطريقة سهلة جدا ومضمونة ان شاء الله بإذن الله 100%. أول حاجة أنا بجيب كيلو حليب كامل الدسم، جاموسي بقى بقري اللي انت بتحبيه اشتغلي بيه، بس أهم حاجة يكون كامل الدسم. بنجيبه بنغليه وبنسيبه يبرد لحد ما يبقى دافي، حاجة بسيطة جدا زي دمعة العين اللي هو انت بتحطي طرف صباعك فيه بتستحملي. بتجيبي بعد كده كوباية زبادي، دي الخميرة دي الأساسية معانا. بتفضي الكوباية كلها. أنا عشان بحب أحليه بحط شوية سكر وبقلب. انت لو مش بتحبي تحليه استبعدي السكر واعملي نفس الخطوات. مبدئيا كده من قبل ما بشتغل ببقى مشغلة فرن البوتاجاز عندي على اعلى درجة حرارة. اهم حاجة بقى يا بنات علشان تضمني ان هو يبقى متماسك وكريمي، وهتشوفي معاكي يعني معانا في الفيديو شكله عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. التقليب كويس، قلبيه كويس جدا. انا مش هحط في خلاط، مش هعمل اي افتكاسة. كله قدامكم اهو بمضرب البيض العادي. ما عندكيش مضرب البيض العادي بشوكة بمعلقة بأي حاجة. حاجة تاني برضو يا امورات، علشان تضمني ان الزبادي يطلع معاكي كويس جدا لازم تجيبي اللبن من مكان موثوق فيه. يعني تبقي مجربة السوبر ماركت ده قبل كده او البياع او المحل ايا كان. تبقي مجربة اللبن منه قبل كده وعارفة ان هو كويس جدا عشان برضو نتيجة الزبادي تطلع معاكي حلوة جدا. بصوا خلاص انا كده يعتبر خلصت. في الوقت ده بغلي مية، لازم تكون مية مغلية جدا. بتجيبي بقى البولات بتاعتك، الكوبايات، اي حاجة. الفخار انا عندي برضو فخار بحط فيه، بس النهاردة صورتلكوا كله في مجات عادية عشان اقولك بس انتي بتشغلي نفسك باي حاجة، مش محتاجة مكنة، مش محتاجة اي حاجة. وما شاء الله اللهم بارك. خلاص كده يا قمر عبي بقى كل الكمية بتاعتك. ما تزودهاش قوي عشان ما يدلدقش منك. خلاص كده هنمليهم كلهم وهنيجي بقى نضيف المية المغلية في الصينية. المية المغلية يا بنات بتساعد بقى على التخمير الزبادي مع الفرن. الاتنين مع بعض بيساعدوا بعض، يعني بيشتغل في نتيجة أسرع. أنا كنت عاملة الزبادي ده من الساعة 10 الصبح. ما فتحتش عليه خالص غير الساعة 5 المغرب. لقيته ما شاء الله اللهم بارك تماسك، ودخلته التلاجة لحد ميعاد السحور. كان ممكن يعني يبقى قبل كده كمان، بس انا ما فتحتش عليه غير في التوقيت ده. خلاص كده طبعا شايفين الدخان والأبخرة اللي طالعة، كل ده بقى بيساعد على التسوية. خلاص كده هجيب فوطة نظيفة وهغطيه كويس جدا عشان اكتم بس السخونية ديت تساعده. واخده احطه في الفرن، طبعا بعد ما اقفل الفرن، ما تحطوهوش نهائي والفرن شغال. وبكده هيبقى معاكي احلى زبادي. هتشوفي دلوقتي الشكل ما شاء الله. اهو يا بنات اللهم بارك، الكيلو عمل معايا الكمية ديت ما شاء الله. بصوا متماسك ازاي. يعني انا عمالة اقلب لكم في الكوباية عشان تشوفوه، ودلوقتي هوريكم شكله بالمعلقة. ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وشفا لكل هيجرب الوصفة. على ضمانتي حاجة كده تطري على قلبنا في الصيام ده. يعود علينا الأيام بخير. كل سنة وانتم طيبين.